بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهى من مطبخ بكي ودومه. اسعد مساءكم. عشان انا بسجل لكم دلوقتي بالليل كده بعد العشاء كده ان شاء الله. احنا النهارده عملنا حاجه، يعني انا شفت حاجه كده والناس كتير قوي كانت بتتكلم عنها، بس كانت في ناس مش حباها. هو الرز الفلبيني. آه في ناس عندها اعتقاد ان الرز الفلبيني مش حلو، يعني مش بتحب تجيبه والكلام ده كله، رغم ان هو سعره قليل. فانا قلت اما اجيبه واجربه واجربه معاكم وان شاء الله يعجبكم. بس انا طعمته، يعني هو عيب الرز الفلبيني ان هو يعني يعني محتاج يتطعم شويه. يعني انت بقى تحطي له بقى ماجي، تحطي له بقى اللي زي ما انت شفتوا كده. انا حاطه، عملته ببصل، حطيت ورق اللورا، وورا حطيت الفلفل والكمون وبهارته كده حسب ما انت تحبي البهارات اللي انت عايزاها. ممكن تجيبي خلطه الرز، اوكي مفيش اي مشكله. ممكن تعملي بكركم والكاري. فانا قلت ايه اما اجربه كده. هو سعره 10 جنيه، بحيث ان احنا ايه نعمل مثلا زي ايه، نقل شوية من الرز التاني، يمكن على وعسى يمكن يخلي عندهم دم ويرخصوا الحاجة لما يلاقوا الناس ايه بتقل منها شوية. فانا بصراحة حبيت اعمله وقلت اما اجربه. فانا طبعا قطعت له بصلايه زي ما انتم شايفين، وحطيت له بقى التوابل اللي انتوا حابينها زي ما انتوا حابين بقى. انتوا كل واحد يعمل بطريقته. ممكن حتة سمنة بلدي، ممكن حتة زبدة، آه تدي طعم. شوحتها بقى كويس جدا، شوحت الرز بقى كويس جدا بحيث ان هو يبقى سخن معانا. وكنت حطيت له طبعا، بغلله في الكاتل وحطيت له ميه سخنه. انا حاطه له عادي، مش مشكله لو لونه غمق شويه، مش هتفرق يعني. انا ما عنديش اي مشكله ان هو يبقى لونه فيه نسبه، يبقى شكله برضه هيدي شكل حلو. ان هو يبقى مثلا ايه، في سمار خفيف كده بتاع الفلفل الاسمر، لا اوكي مفيش اي مشكله. ما كنتش متضايقه خالص. انا حطيت اصلا على الوش كمان. انت بقى عايز حابه تقطعي بصل اقل من كده، مفيش برضه اي مشكله. الرز الفلبيني بياخد ميه زياده عن الرز العادي وعن الرز البسملي. انا عامله كيلو رز واخده 5 كوبايات بالظبط من الرز، من الميه. ال ال اللهم صل على النبي. الدرق اللي انا حطيته الشفشق ده عامل 4 كوبايات من الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي، اكبر من كوبايه يعني هو يعتبر مج. تمام. فانا حطيت الكوبايه الخامسه. ماشي. ولو حبيتوا تحطوا 5 كوبايات ونص اوكي مفيش اي مشكله يعني. يعني هو الكيلو بالظبط بيعمل 5 كوبايات من الكوبايه المج، مش الكوبايه الصغيره بتاعت الشاي، لا كوبايه المج. طبعا انا حطيت بقى الفلفل الاسمر ده كده على وشه وشويه كمون. هو بقى بيعلى بقى. هو عامل كده، عامل زي هو بصراحه اداني اداني رز كتير، يعني هو عالي كده معايا كده و... فقلت بقى ايه اعمل شويه كبده. شويه كبده كده مع بعض كده ايه، نعملهم بطريقه سهله وبسيطه. طبعا انا غسلت الكبده شطفه خفيفه جدا. هما بيقولوا الكبده ما بتشطفش، بس انا شطفتها بخل كده بطريقه خفيفه كده بسرعه. وعصرت عليها ليمونه. شطفتها بميه الاول يعني بسرعه جدا. مش عارفه، انا حسيت ان انا عايزه اشطفها بسرعه يعني بميه. طبعا هي طبعا عشان الفوائد بتاعتها، مع الميه بتقلل فوائدها، فانا غسلتها بسرعه ما نقعتهاش ولا اي حاجه، ولا خليت الميه يعني تقعد فيها حاجات خفيفه كده. وعملت عصرت الليمونه وش وظهر. ورحت جايبه بقى تومتين 3 كده، ورحت زي ما انتم شايفين طبعا المبشره اللي انا بعمل بيها دي على طول بتسهل عليا. ما دقتش بقى التوم ولا اي حاجه، لان انا متبله طبعا الكبده. وتبلت بقى كده ورحت طبعا ايه جبت. انا بحط انتوا حابين برده اوكي مفيش اي مشكله. يعني هو بيتعمل كده وبتعمل كده. في ناس بقى يعني مش بتحط في دماغها ان هي ممكن يتعمل فيجيتار، بس هو ال ال الكبده بتتعمل فيجيتار عادي، يعني بتبقى طعمها جميل جدا جدا جدا، يعني بتبقى حلوه بجد يعني. فلو حد حابب يعملها برده اوكي مفيش اي مشكله، يعني هي طريقتها الصحيحه الرده. تبلت بقى البقسماط بتاعي. انا بجيب البقسماط دوت من عند العطار عادي سايب، مفيش اي مشكله. برضو تقريبا الكيلو برضو يعني اقل من 15 جنيه او حاجه كده يعني. تقريبا اقل. بس كده خفيف كده، لان طبعا كل ما يبقى بقسماط كتير بينزل في القلاي. اهو زي ما انتم شايفين كده، وش وظهري كده خفيف، وطبطبت عليها طبطبه خفيفه كده. وايه نخلص بقى بقيه الكميه كلها. جربوا يا جماعه الرز البسمتي ده ان شاء الله هيعجبكم. اهم حاجه طعموه، بس عشان هو عامل زي
انا ممكن مره بعد كده ابقى اعمله بشعريه. يعني انا وانا باكله هو حلو وجميل وكل حاجه، بس هو مدي على ايه؟ يعني لو ظبطتيه وطعمتيه حلو هيدي معاكي طعم حلو جدا، لانه عامل زي السفنج شويه يعني. عارفين انتوا في ناس بتعترض عليه عشان هو عامل زي الميه والهواء، ولا ليه طعم ولا ليه لون. بس هي الميه ليها طعم والهواء ليه، يعني ما في حد يقدر يعيش من غير ميه. ف... فهي ناس بتشبهه بكده يعني. طبعا بقى مع شوية كبدة بقى، مع شوية كفتة، مع أي حاجة طبعا بيبقى طعمها حلو. يعني ده طعمه حلو مع ده طعمه حلو، الموضوع يشتغل والموضوع يبقى جميل يعني. واللي وانتي حباه، هي فكرة وحبيت ان انا اعرضها، وان شاء الله تعمليها وتعجبك. عقبال ما نشوف الدنيا اللي احنا فيها دي والحاجات ترخص شوية يعني وربنا يعدي على خير. احنا كمان في مدارس ودروس وكده، فبندور على اقل حاجة اقتصادية او نمشي الدنيا. والله بقى احسبيها زي ما تحسبيها، يوم وبيعدي. يعني زي ما تحسبيها، اهم حاجة طبعا بالنسبة لنا او بالنسبة لنا عامة، الدروس والمدارس والامتحانات دي او اللي فيها اولوية. وفي نفس الوقت نعمل اكل كويس وصحي عشان العيال تبتدي ان هي برضو دماغها تشتغل. ربنا يسترها يعني. متنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب والاشتراك في القناة. في بقالي كتير قوي انا بنفس الرقم بتاع القناة بتاعتي، ياريت نشترك في القناة، مش تخسروا حاجة يعني. طبعا انا كنت حاطه زيت سخنا، مش ماليه زيت خالص، لان طبعا الزيت ده بعد كده انا برميه، فمش مطلوب مني ان انا املى الطاسه خالص يعني. هو بس ايه كده. حطيت شويه زيت وسخنوا طبعا شويه، ما سخنتهمش قوي قوي عشان خاطر ايه، ما تتحرقش مني الكبده. انا بحب اقلبها كده علشان ما تطلعش الدم بتاعها من فوق. بصوا زي ما انتم شايفين. زي ما بكون بموت الحاجة اللي هي اسمها ايه، الأنجسنة بتاعتها بموتها كده على طول، فبقلبها على طول يعني. اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هقعد اقلبها كده، بموت الحاجات المفتحة اللي فيها. والله انا نسيت اصلا هي اسمها ايه. ممكن حد يكتب لي او يقول لي اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا ابتدى الدم يطلع منها، فاروح بقى مقلباها. اسمها ايه والله، والله مش من دماغي، مش حاضرة دلوقتي. ف... فنعمل بقى كده. طبعا ممكن نعمل شوية سلطة حلوين، نقطع خيار وقوطة. انا اصلا مش فاكرة انا قطعت خيار وقوطة ولا لا، بس تقريبا قطعت يعني. نعمل شوية طحينة وشوية جرجير بقى. الأكلة دي بقى، الكبدة دي بقى تحفة بقى مع شوية جرجير و... وعيش بقى كده. تقسمي اتنين بقى، تحطيهم في قلب بعض، يعني يبقى ساندوتش حلو كده. وتروحي بقى جايبه بقى حته الكبده بقى، وتحطي الجرجير وتحطي الخيارتين. عيشي بقى، يا لو في شويه حاجه ساقعه بقى، انا من عشاق الحاجه الساقعه يا جماعه. بس بعد كده هنشربها دايت. فصدقوا ان انا لقيت فعلا الحاجه الساقعه الدايت. انا بحب الحاجه الساقعه طبعا عشان الصودا بتاعتها يعني. لقيت ان الحاجه الساقعه الدايت صودتها اكتر وطعمها احلى من الحاجه الساقعه العاديه. معلومه ما كنتش اعرفها والله. طبعا احنا عملنا طحينه، مخدكوش بقى في الكلام. احنا عملنا بقى شويه طحينه بقى، ايه ما اقولكوش بقى، شويه ميه سخنين كده على شويه خل على ايه، عصره ليمونه، على فص توم، وحط الطحينه وقلب قلب 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 قلب. خدي احلى بقى، احلى شويه طحينه بقى يعني. بصوا، تاكلوا الكبده بقى بالطحينه مع شويه الرز. احنا غرفنا الرز يا جماعه. بصوا بقى اللقطه الجايه دي، احنا كده خلصنا بقى الكبده بتاعتنا، ويلا داخلين على الرز. احنا طبعا عملنا طبق التقديم، بس عملنا الطبق ده عشان اوريكم الرز مفلفل ازاي. ولو انا ما قلتلكوش ان هو رز فلبيني، انتوا مش عارفه يعني، مش حاسه ان انتوا هتاخدوا بالكم يعني. ان هو مش طويل قوي، مش باين ان هو ايه، رز يعني مش مختلف خالص يعني. عملت بقى طبق حلو سلطه اهو اهي. بصوا بقى التوابل جوه ازاي. انا يعني عشان طبعا كنت واخده وش الحله. بصوا هي اتقطعت معايا، بس في حته رخمه جوه كده اللي هي بتاعت آه، اهي. بصوا اهي اتقطعت اهي. شويه بقى خيار بقى مع شويه اللهم صل على النبي، طحينه وشويه رز. بصراحه كانت هي كانت عشوه يا جماعه، كانت عشوه جامده. بألف هنا وشفا للي هيعملها واللي شاف واللي هيعمل واللي هياكل. بصوا بقى الطحينه، بصوا انا بوريكم بقى سمك الطحينه جميل قوي ازاي. متنسوش بقى يا جماعه تعملوها وتقولوا ايه رايكم. ويا رب
يكون ايامكم سعيده ان شاء الله، يا رب طيب دايما عليكم، يا رب سنه سعيده عليكم، وتصبحوا على الف خير، ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. تصبحوا على الف خير، مع السلامه.